سيدة مسلمة دخلت الكنيسة، راحت تناول ابنها، ومجرد ما ناولت ابنها وخرجت من الكنيسة اتقبض على كاهن الكنيسة أبونا أثناسيوس السورياني. طب إيه اللي وداها الكنيسة؟ وإيه اللي خلاها تعمل كده؟ وليه تم القبض على أبونا أثناسيوس؟ هنعرف تفاصيل الحكاية. الست المسلمة دي كان ليها صديقة مسيحية بتثق فيها جدا وبتحبها، وكانت جارتها، يعني كانت بتشوفها على طول. فكانت المسيحية دي عفوية جدا وطيبة وغلبانة على الآخر، وكانوا دايما بيتكلموا مع بعض وبيشكوا بعض حال بعض. وكان من ضمن كلام المسيحية لجارتها المسلمة، كانت بتقول لها: ده ابني مطلع عيني على الآخر وشقي شقاوة مش على حد، ده لولا إني بروح الكنيسة وأبونا بيصلي له ويناوله من الجسد والدم ما كنتش أقدر عليه. الفكرة سيطرت سيطرة تامة على دماغ جارتها المسلمة، اللي ابنها كمان هي رخرة ما بيسمعش كلامها ومغلبها ومطلع عينها. فقررت إنها تعمل زي جارتها المسيحية، وقالت لنفسها: طب وأنا هخسر حاجة؟ إيه اللي هيحصل يعني؟ طب ما أنا أروح وأعمل زيها وياكل العيش ويشرب زيهم، يمكن يتعادل حاله. ما مطلع عيني، يمكن ربنا يهديه هناك لما ياكل الخبز ولا العيش اللي بيصلوا عليه وبالخمر. ما أنا غلبت فيه وعقلي فيه احتار، ما أنا ياما أخدته ورحت بيه على المشايخ وياما صلوله وما فيش فايدة. ما جرب المرة دي زي جارتي المسيحية، ايه اللي هيحصل؟ وفعلا اللي في دماغها عملته، وراحت الكنيسة وقت القداس اللي كان بيصلي فيه أبونا أثناسيوس السورياني. وكان معروف عن أبونا أثناسيوس السورياني إنه راجل طيب جدا وروحانياته عالية جدا وبسيط في نفس الوقت وقلبه نقي. صلى أبونا القداس بمنتهى الروحانية، والست المسلمة طبعا كانت في الآخر خالص، وحاطة طرحة سودة رمياها كده على راسها علشان ما تبانش إنها مسيحية ولا مسلمة، وحاطة ابنها جنبيها. بصت لقت المسيحيين وقفوا صفوف، الستات طبعا واقفين في طابور السيدات، والرجالة واقفين ناحية الرجالة في الطابور بتاعهم. وهي راحت وعملت زيهم، أخدت ابنها وقفته قدامها ووقفت في طابور السيدات، وما كانش حد يقدر يميزها ولا يعرف إنها إنسانة مسلمة. لكن أبونا نبه تنبيه مهم قبل ما يتناول الشعب، مسك الميكروفون وقال: أنا بريء من كل اللي هيتقدم بدون استحقاق للمناولة، لأن التناول نار ونور، نور للي داخل ورايح يتقدم للتناول وهو من جواه تايب وعايز ربنا يغيره ويلمس قلبه وحياته، ونار للي داخل ومش همه ورامي ورا ظهره كل كلام ربنا ومش ناوي إنه يتغير ولا يتوب. وكمل كلامه أبونا وقال: اللي هيتناول بدون استحقاق هيبقى مجرم في جسد الرب ودمه. وقال بصوت عالي: أنا مش مسؤول عن اللي مش مسيحي اللي هيدخل في صفوف التناول ويتناول. ممنوع أي مسيحي لطائفة غير الأرثوذكس إنه يدخل في صفوف التناول ويتقدم للتناول، ولو حد ناوي يعترف يدخل في صفوف التناول، ولو مش ناوي يعترف خليه قاعد مكانه. واللي مخاصم وبيغلط وبينم وبيأذي حد ما يتقدمش للتناول، واللي مش صايم كمان ما يتقدمش للتناول. وابونا قال حبة تنبيهات بسيطة الكل سمعها، وابتدى الكل يمشي في طابور التناول ويتقدموا للمناولة، لحد ما جه الدور على الست اللي رايحة تناول ابنها. وراحت وقفت قدام أبونا وقالت له الولد بس، وناولته ومشت. وراحت ورجعت في الآخر خالص وقعدت زي المكان اللي كانت قاعدة فيه في بداية القداس. لكن الظاهر إن الست دي ما سمعتش التنبيهات اللي أبونا كان بيقولها قبل ما الكل يتقدم للتناول. بس لما رجعت وقعدت في مكانها
كانت سامعة 2 من الستات اللي قاعدين جنبها قاعدين بيتكلموا عن أبونا، وبيقولوا إن أبونا ده طيب جدا وروحاني قوي، وبيقولوا كمان الكلام اللي هو كان بيقوله والتنبيهات اللي كان بينبه عليها، وإن مش هينفع حد يخالف كل الكلام اللي قاله، لأن كلامه ده كله من عند ربنا. أول ما سمعت الست دي الكلام ده خافت جدا على ابنها، اللي يحصل له حاجة ولا يتأذى ولا يموت منها، فأخدت ابنها وطلعت جري. انجدني يا ابونا، أنا ست مسلمة وما سمعتكش وانت بتنبه، وقدمت ابني للتناول، وأنا خايفة عليه دلوقتي يحصل له حاجة. أبونا أثناسيوس بصلها وهو غضبان وقال لها ليه يا بنتي كده؟ ما أنا نبهت، جايالي دلوقتي بعد ما الوقت عدى؟ مش أنا نبهت وقلت محدش يتناول ولا يتقدم للمناولة وهو غير مسيحي؟ ليه غلطتي الغلطة دي وما سمعتيش الكلام؟ ردت عليه الست وقالت له فعلا يا ابونا أنا غلطانة، بس إيه الحل دلوقتي؟ إيه اللي أنا أقدر أعمله؟ أنا خايفة على ابني قوي. أبونا أثناسيوس صرخ في وش الست دي وقال لها الولد ده مش لازم يطلع من الكنيسة، اتصلي يلا بحد من قرايبك ولا بجوزك، لازم حد منهم يجي دلوقتي. وفعلا الزوج حضر والقرايب جم، وبقوا مندهشين جدا من وجود الست دي اللي تبعهم وابنها في الكنيسة، واتفاجئوا أكتر لما لقوا أبونا أثناسيوس بيقول لهم الولد ده مش هينفع يمشي من هنا، خلاص ده بقى تبعنا ولازم يتعمد ويبقى مسيحي. طبعا الكلام ده مش سهل أبدا إنهم يسمعوه، ولا طبعا سهل إنه يقولوا لأبونا ماشي. طبعا كان رد فعلهم إنهم زعقوا واتعصبوا وشتموا أبونا. أبونا لما لقى الوضع كل مادة عمال بيتعقد بصلهم وقال لهم أنا خايف على الولد إلا يحصل له حاجة ولا يموت، ابنكم أخد حاجة ما يستحقهاش وأنا قلقان عليه. عندنا الإنجيل بيقول الذي يأكل ويشرب بدون استحقاق يأكل ويشرب دينونة لنفسه غير مميز جسد الرب. أول ما سمعوا كده اتعصبوا بزيادة وراحوا قالوا له هو دلوقتي ده وقت وعظ؟ يعني انت قصدك ايه وعايز مننا ايه؟ راح رد أبونا وقال لهم بكل هدوء الولد ده لازم يتعمد ويبقى مسيحي علشان ما يتأذاش. طبعا كان رد الفعل ما يتوصفش ولا يتحكى. خلاصة الموضوع مشيوا الأهل وأخدوا الولد معاهم وما همهمش أي كلمة ولا تحذير قالوا أبونا أثناسيوس، ومشيوا ولا فرق معاهم شيء، الأب والأم والقرايب والولد. بس للأسف الشديد الولد ملحقش يكمل حاجة وطبعا مات. طبعا هم عارفين آخر حاجة أكلها الولد هي الحاجة اللي كلها جوه الكنيسة، فراحوا أوام راحوا قدموا طلب للنيابة وقالوا إنهم عايزين يكشفوا على الجثة، وفعلا تم إثبات إن في تفحم في البلعوم من بعد الحنجرة لأول المعدة، وكأنه بالظبط حاجة حرقته من جوه، لكن مفيش أي حاجة من بره، كأن الطفل كده اتناول مادة حرقة لكن مفيش حاجة عرفت تتوصل ولا حاجة تثبت ايه نوع المادة دي. الأسرة كلها قدمت الاتهام ضد أبونا أثناسيوس السورياني، وفعلا تم القبض على أبونا وتم التحقيق معاه. هو كان بسيط جدا وطيب جدا، فسأله واستجوبه وكيل النيابة وقال له ليه موتت الولد؟ رد عليه أبونا بكل بساطة وقال له طب وأنا هموته ليه؟ وفضل يشرح لوكيل النيابة على سر الأفخارستية وعلى الحاجة اللي بيعملوها كل المسيحيين، إن هم بيتناولوا من جسد ودم رب المجد. أبونا ببساطته خلى وكيل النيابة يقتنع إن كل اللي حصل عبارة عن قوة الله وشيء خارق، وإن حاجة تخص المسيحيين ومعتقداتهم. واللي أكد الكلام ده كله شهادة الأم اللي حزينة جدا على اللي حصل لابنها، اللي أقرت واتكلمت وقالت إنها هي اللي أخدت ابنها بدون توجيه من أي حد وراحت الكنيسة علشان تناوله
علشان يبقى كويس وربنا يهديه. وتم إثبات براءة أبونا أثناسيوس وإنه ملوش أي دعوة بأي شيء من اللي حصل. سر الأفخارستية سر عظيم ونعمة لكل مسيحي يتقدم للتناول وهو قلبه عمران بربنا وناوي على توبة حقيقية. أبونا أثناسيوس السورياني اتنيح سنة 1997 يوم 19/8 بعيد التجلي. كان راجل روحاني وبركة وبسيط جدا، وكانت صلاته قوية وعميقة. صلوات أبونا أثناسيوس تفرح قلوبكم. سلام.